بالظبط. فالفرخه البرازيلي بتتسلق وبتتشوي وعاده ليها اجنحه وعاده بتبيض، يعني زي اي فرخه تانيه. سوري كنت فاكره برتقان. ولما تقللوا الاسعار يا ولاد بلاها برازيل. الفرخه ديت ما بتتاكلش، الفرخه ديت ما بتتمضغش، الفرخه ديت فيها مش عارف ايه. مع الرز والملوخيه الفرخه المشويه بتوعنا نزلوا، واحنا عاملين حاجه غريبه قوي النهارده في الحلقه. الجزء الثاني بعد الفاصل نزلت اللي هي الدواجن الحيه المصريه الجميله اللي حضرتك كلكم بتتكلموا عليها. هنطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني. الفقره القادمه هنشوف اخبار الفرخ المشويه، وهذا هو للمره المليون، عشان عارف في حد هيكتب لي دلوقتي، لان لقيت حد دلوقتي كاتب لي برضه قال لك ويا ترى عمرو اديب هياكلها؟ امال انا جايبها عشان اعمل بيها ايه؟ كل الفراخ اللي في المزارع الداجنه ماتت فلموها وبيبيعوها للناس ب 12 جنيه. فراخ مش زي الفل، استغفر الله العظيم، زي الطين. يعني بيطلع منها بانيه زي اي فرخه. طبعا يا فندم، والله فرخه. ف انا بقول تاني، انا ليه بنعمل كده؟ لانه الناس قالت هلاوس كتير، وطبعا في مصالح. انا ما بتكلمش على الناس الشريره، لا، في مصالح جوه البلد انه الفرخه ما سعرها ما كانش ينزل. واحنا على فكره زمايلنا اللي بيدخلوا من الاستوديو قاعدين يتكلموا على ريحه الشوربه، يعني الريحه واصله للباب. انا اسف ان انا بقول الكلام ده، انما هي بتطلع شوربه وليها ريحه حلوه كمان. القائم وراء هذا الامر مجرم، والله العظيم مجرم. في ناس بتتاجر بالفقر، آثم استغلالا لحاجه البشر. ايه تاني دي؟ وانا ايدي دي لاقيها؟ حاضر، انا اصلا الجلد اهم حاجه بالنسبه لي. خلاص دي حلوه قوي. لا، هي في حاجه مهمه قوي، الاستوديو كبير، فان هي تبقى واصله للباب معناها انها فرخه. انها فرخه. اضحك محمد، اضحك 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 اضحك. لما ينزل انا تحت، انا مع الصناعه الوطنيه. اما يطلع انا مع البرازيليه. اما ينزل انا مع الوطنيه. اما يطلع انا مع البرازيليه. طالع نازل. انا طالع نازل. اتقوا ربنا في بالكم يا وسخين. للاسف انا واصل لمرحله، جه اليوم ان انا اثبت ان الفرخه فرخه. وصلنا للمرحله دي. لا معلش، استحملوني. طب نسيبها تهدى شويه لانها نار، وناخد دي. فحسيت ان دي اشاره. بتتاجر بالغلابه. او هذا الفساد الذي استورده الفاسد من البرازيل ونزله السوق دلوقتي. نعمل شويه ايه؟ ملخلخ. ايوه، حلوه اللي بالمشروم دي. ايه رايك؟ طبعا. هل صحيح يا فندم ان احنا شهدنا في اليومين الثلاثه اللي فاتوا دول انخفاض في اسعار الدواجن والبيض؟ بالفعل تم انخفاض الدواجن والبيض بالاسواق المصريه. والاثنين موجودين. الاثنين موجودين. نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني. ارجوكم ملوخيه معنا. بالظبط. فالفرخه البرازيلي بتتسلق وبتتشوي وعاده ليها اجنحه وعاده بتبيض، يعني زي اي فرخه تانيه. سوري كنت فاكره برتقان. طنط امينه، لا، طنط امينه مش هتزعل. طنط امينه ضربني بالرصاص. فرخه مع الرز والملوخيه. الفراخ دي هنحطها على رز مع الملوخيه، اللي هو بقى الملوخيه والرز برزها بكله وفراخ. قليل الواحد لما بيشوف الوجبه دي، ان انت عايز الفرخه بتاعتك اللي هي اللي مذبوحه اليوم، اللي ما مش مجمده، كل ده. باخد المرقه بتاعت الفرخه البرازيلي، نعمل بيها ملوخيه. انا حاسس ان انا بعمل اختراع. فرخه. طيب عشان الناس قالت لك ايه؟ لا دي ما تعملش ملوخيه، دي احنا متعودين على الفرخه الفيومي، بتبقى زي الشهد لما يتعمل بيها الملوخيه. انتشرت قوي بالنسبه على الهوا، دي مستقنيصه. ممكن تقفل الفرن علشان تقرمش عشان العين. هسأل حضرتك سؤال، انتوا متخيلين الفرخه دي بتاكل ايه دي؟ انا ما بقارنش، يعني انا ما بقارنش. دي الفرخه دي واكله ايه؟ ذره. واكله حلو. انت عبيط يا اسطى.
في كلام ان هذه الدواجن قد انخفض سعرها وان طبق البيض قد انخفض سعره. واكله حاجه هي بتزرع في بلدها. جه لي يوم والله العظيم انا مش مصدق نفسي. ولما تقللوا الاسعار يا ولاد بلاها برازيل، عشان عندنا ربنا ما يجعل لنا جيران وليهم عينين. ناخد بقى الفيومي والجزاوي والمحلاوي والبحراوي وكل الحاجات زي ما انت عايز. هل انخفض البيض فعلا؟ هل السعر الفرخه المصريه الاصيله نزل 20 جنيه زي ما بيقولوا؟ زي ما انت عايز. بس هي هي يلا. لا دي واحده من دول بقى الملوخيه فاصل ايه؟ يا عيني انا اول مره اشوف الملوخيه بتتعمل كده. مش هسيب شويه. ماده وبعد انت مش قلت لي انت جايب فراخ برازيلي وقعدت تهزقني، قلت لي في مذيع يعمل كده؟ على الله تقرب لها. على الله تقرب لها. كميه الاشاعات اللي طلعت على الفراخ البرازيلي اكتر من الاشاعات اللي طلعت عن اي حاجه في مصر. يا سلام. منها مثلا ان الفرخه دي ملهاش شوربه. ورينا يا باشا فين الجريندايزر؟ تعالى يا ابني تعالى شوف الشغل. دي جديده انه فرخه ما بتطلعش. انا بقول لك لو حاطط عظم بني ادم في شويه ميه هيطلع شوربه. الفرخه ديت ما بتنفعش في الملوخيه. تحس انها جزيره في المالديف مش طبق ملوخيه. جزر المالديف. الفرخه ديت ما بتتاكلش. الفرخه ديت ما بتتمضغش. الفرخه ديت فيها مش عارف ايه. لوحه فنيه والله العظيم. طارق ده فنان. فالنهارده احنا طبعا هتقول لي يا عمرو معقوله انت بترد على الكلام ده؟ ملوخيه غذاء. تحس ان في غذاء وانت عامل كيمياء فعلا. انا مذيع يعني خفيف. انا برد على الكلام ده النهارده وبوريك ان الفراخ ديت بتتاكل وبتطلع شوربه وبتعمل ملوخيه وبتتحمر وبترقص وتغني وتمثل وبتعمل كل حاجه اكتر. طبعا. ما خدتش قطعه والسكينه مش حاميه. خلاص اهي. خلاص فهمت. مش لازم تمشيها على رقبتك. ما تخافش. وانا من كام يوم قلت لحضرتك انا سعيد انه المواطن بقى راح يجيب فرخه ياكل وينبسط. الله. وهي الفرخه اهي. بص اهي. بص اهي. اهي حضرتك اهي. معلش انا اسف ما بعمل كده. اهي اهي. زبده. الفرخه المشويه الجزء الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أبشركم بسنة سودة